بكل الأديان وآمنت بك وحدك، لكنك خذلتني. لم أجبرك على السجود لي، ولم أرغمك على الكفر بالخالق، لكنني دعوتك فاستجبت لي، فلا تلومني ولم نفسك. الأسرار الصغيرة يحميها الكتمان، والأسرار الكبيرة يحميها عدم تصديق العامة. أنا شاحار، تتذكرون قصتي أليس كذلك؟ نعم، أنا أول من تعلم السحر من بني الجان وعلمه لهم. أنا واضع أسس السحر الأسود وعلم التنجيم. أنا أبو السحرة ومعلمهم أجمعين. أنا من اكتشف سر الكون واسم الله الأعظم، وربطت بين مكونات الماء والهواء والنار والطين، وتبحرت في علم النجوم والكواكب، وأنشأت الطلاسم والتعزيمات لأخرج بأول كتاب للسحر صار دستورا لكل ساحر من سحرة الجن والإنس، كتاب السحر الأعظم الذي تغيرت أسماؤه مع تغير الأزمان، واقتبست منه كتب شر عديدة أخطرها عليكم يا بني الإنسان كتاب الكابالا، دستور الفئة الضالة من أتباع الدين الموسوي. بعد وفاة النبي المرسل من عند رب العزة إلى طائفة من بني آدم من نسل إسرائيل، وبعد موت أغلب أحبارهم ورجال دينهم الأتقياء الذين كانوا على دين الإسلام الحق، أرسل إبليس أعتى رجالات دولته خبثا ودهاء، صوت وزير الدسائس والمكائد، ليحرف دين اليهود ويبعدهم عن الطريق الذي اختاره لهم موسى النبي. لم يجد صوت سوى محاربة بنفس معجزات نبيهم المرسل، ألا وهو السحر، فقام بتأليف كتب سحر عديدة دس فيها طلاسم ومعتقدات كفرية متعددة، سلهمها من كتاب السحر الأعظم الذي ألفه شاحار معلم السحر الأعظم. من أخطر هذه الكتب وأعظمها التلمود والكابالا، لكن كتاب الكابالا يعتبر الأشد خطورة على الإنسانية حتى من التلمود نفسه، وهو الكتاب الذي صار عند اليهود مقدسا قداسة توراة موسى المنزلة من عند رب العزة على بني إسرائيل، بل أشد قداسة منها، ففيه النصوص السحرية التي منها يستمدون قوتهم من أجل السيطرة على العالم وإخراج ملكهم الماشيح أو المسايا أنتي خريستوس. الكابالا كتاب سحر أسود، به مواثيق وعهود تربط السحرة من بني آدم بالشياطين العصاة من نسل عزازيل. بنود هذا الاتفاق الشيطاني هو حصول بني الإنسان على القوة الشيطانية مقابل حصول شياطين الجن على أرواحهم، فالشيطان لا يخدم الإنسية أبدا بدون مقابل حتما سيكون قاسيا جدا، يبدأ بزنا المحارم ولا ينتهي إلا بالكفر الصريح بالخالق الأعظم والسجود لإبليس أو أحد من ذريته، إمعانا في إدلال نسل آدم انتقاما لإبليس. من المفاهيم الأساسية في الكابالا أن الله خلق عدة عوالم قبل هذه الأرض، لكنها تحللت بسبب سيطرة الشر، كانت عوالم غير متكاملة إلى أن توصل إلى خلق هذا العالم. في العبرية هناك كلمة دن ومعناها الحكم على الأشياء، لقد كان خلق الكون أساسا هو أعظم نموذج للدن، ثم يأتي مفهوم الكليبوث، والكليبوث باختصار هو قشرة الشر الموجودة في العالم، إنها قشرة لا أكثر، لكن خطايا البشر تستطيع أن تملأها، وهنا يمارس الدن تأثيرا سلبيا لأنه يفرق بين البشر وبعضهم. وللكليبوث 7 ملوك يمثلون العوالم ال7 السابقة المدمرة. الكابالا ليست سوى نوع من السحر القديم، سحر عرفته إنسانية بائدة قبلنا كالبابليين والفراعنة، وهي طقوس وطلاسم يتقرب سحرتها بها لقوة خفية يستمدون منها السيطرة. أتعلم من تلك القوة الخفية؟ نعم، هي كذلك، إنها روح أمير النور أو الملاك الساقط من السماء أو لوسيفر، سمه ما شئت، ما دامت كلها أسماء لكيان واحد وهو إبليس. وهنا سر تسميتها بستر زهار التي تعني في الآرامية النور أو الضياء، ولوسيفر
هو نفسه أمير النور والضياء. هنالك العديد من العلوم الإبليسية الواردة في الكابالا، لكن أعلى درجات السحر فيها هو الذي يتم بالدم. وكلما كانت الأضحية المقدمة للشيطان خادم السحر أكبر، كلما كان السحر أقوى. وأعظمها إطلاقا هو التضحية بدم بني الإنسان. يدعي أحبار اليهود أن الكابالا تعني تلقي الروايات الشفهية، حيث زعموا أن النبي موسى تلقاها شفهيا من رب العزة. دعوا أن الإله الأعظم همس إلى موسى بكلمات سرية هي ما يسمى القانون الشفهي أو الكابالا، وأن موسى نقلها إلى هارون أخاه وإلى 70 من الحكماء المخلصين، وأبقوها سرا بينهم ولم ينقلوها إلى التابعين. ومنهم من يدعي أن الكابالا هي التي علمها الملكان هاروت وماروت لأهل بابل، وأنها أساس السحر والعلوم السحرية حتى الآن، لكن اسمها يكشف عن حقيقتها. فكلمة كابالا مشتقة من الآرامية، والتي هي لغة قديمة تحدث بها كل من الإنس والجن، والتي معناها القبول والتلقي. نعم، تلقي وقبول اليهود لتعاليم إبليس مباشرة عبر رسوله الشيطاني صوت، حيث استطاع صوت أن يخلط فيها بين كتاب السحر الأعظم وديانات شيطانية وثنية عديدة من بوذية وهندوسية وفارسية ويونانية، ديانات كان له الفضل في تأسيسها في أزمنة وحضارات مختلفة. ولكي لا أخرجك عن سياق ما نتحدث عنه الآن، سأدع قصة تلك الديانات لأحكي لك عنها وكيف أنشأها الشيطان لاحقا. نعود للكابالا، والتي يروي إبليس من خلالها حكاية مغايرة عن سبب وجود بني الإنسان، لماذا ولد ولماذا يعيش، وما هو هدفه في الحياة، من أين أتى وإلى أين هو ذاهب بعدما يكمل حياته هنا في هذا العالم، كما يلغي قصة الصراع الأزلي بينه وبين بني البشر. هذا الكتاب أيضا يعالج التصوف اليهودي عن طريق فنون السحر، والتي تمثل شطرا من الطقوس الدينية التي يمارسونها خفية خشية اطلاع أحد من الشعوب الأخرى عليها، لما فيها من التفنن في الكيد لتلك الشعوب والتحريض على اغتيالها لاستنزاف دمائها واستخدامها في ممارسة هذه الطقوس. فهو يعالج علم الشياطين والكيانات الشريرة، ويبحث في وسائل الاتصال بأرواح الموتى وكيفية تسخيرها عن طريق تناسخها وتقمصها للأجسام. أتعلم أن الكابالا كمعتقد ديني صار موضة المشاهير اليوم؟ فكل فنان أو رياضي أو حتى سياسي أراد أن يلمع نجمه عاليا في سماء مجاله عليه اعتناق مذهب الكابالا والدعاية له. وهناك نجوم عالميون صاروا سفراءه ومعتنقيه، أمثال مادونا وبيكام وزوجته وباريس هيلتون وغيرهم الكثير. ولكي تعرف معتنقي هذا المذهب ما عليك إلا التركيز في معصمهم، فإن وجدتهم يضعون خيطا أحمر عليه فاعلم أنهم من أتباع طائفة الكابالا. وبالعودة إلى كتاب الكابالا، فلا أعتقد أنه يوجد كتاب آخر جمع من العلوم الشريرة والمشؤومة التي تتسرب إلى خارج صفحاته كسم الثعبان الزعاف ما جمعه هذا الكتاب. وإن كان إنجيل الشيطان وكتاب شمس المعارف أيضا لا يقلان دناسة وانحطاطا عنه. قصتنا لم تنتهي بعد، هناك المزيد من أسرار الصراع والاختيار لك.